الكثير من الخفة والسرعة والمهارة التي تسمح لهم بالمرور والعبور إلى وتمرير الكرات وإيصال الكرات إلى أغوستا والبريغي. لا لا، جول! با 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 با، هدف مباغت، هدف من أروع ما يكون أمام دفاع هش، أمام دفاع يتفرج على تمريرة مثل هذه رائعة جدا. ديوغو أكوستا يفتح مجال التسجيل للنجم الساحلي التونسي. غريب أنك تتلقى هدف بهذا الشكل من كرة ثابتة من مخالفة، الكل واقف يتفرج وينتظر، ويأتي ديوغو أكوستو خلف الجميع ويضرب الكرة بالراس يحطها في الشباك على يمين جمال سالم. هدف مباغت ولكنه رائع جدا بهذا الشكل. شوف الدفاع يتفرج، لا 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 لا، دفاع يتفرج على كرة تمر أمام الجميع، يأتي من الخلف أغوستو بالراس يفتح مجال التسجيل لصالح النجم الساحلي التونسي بعد ما دخل أرضية الميدان ليس من الملعب. كرة في المخالفة لصالح المدافع باسكال واوا وعناصر نادي المريخ. البحث عن الرؤوس، ما زالت الكثافة العددية تونسية، ولا لا صعبة، ومرة أخرى جول. بكر المدينة يعدل النتيجة لمدينة الخرطوم. نعم، بكر المدينة عدل النتيجة لصالح نادي المريخ السوداني بعد هذه الكرة العالية من باسكال واوا أمام دفاع آخر يتفرج على هذه الكرة العالية وهي قادمة عالية في السماء، قادمة رأسية أولى، الدفاع صدها وبعد ذلك لم يتمكن من صد كرة بكر المدينة الذي هز الشباك واهتزت المدرجات على هذا الجول وهدف التعديل عند الدقيقة السابعة. هاي كرة باسكال واوا في القائمة الثاني، وصلت الكرة لبكر المدينة بيسرى أمام شباك فيها لاعبين اثنين، سجل هدف التعديل، هدف مقابل هدف. صارت المباراة صار عناصر نادي النجم 20 ثانية أقل منها بقات على نهاية المباراة. هل يفعلها فريق النجم والانطلاقة من بونغورا؟ بونغورا يلعبها في العمق، هيل الكرة على الجهة اليسرى خطيرة وتوغل، جول! فعلها عامر بوعزة، سجل الجول الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة في غفلة من دفاع نادي المريخ السوداني. فعلها النجم الذي سطع نجمه في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. هدف قاتل 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 للنجم الساحلي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من إمضاء عامر بوعزة. التوغل على الجهة اليسرى من غازي عبد الرزاق، دربكة في دفاع المريخ الذي يسقط، ويأتي الجول الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة 93 من عمر المباراة من عامر بوعزة. هدفان لهدف واحد للنجم الساحلي في العاصمة السودانية الخرطوم وفي ملعب القلعة الحمراء التي تسقط في نهاية المطاف بهدف ثاني.